السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة بتبدأ لما أنا وصحابي قررنا إن إحنا نسافر ونروح مرسى مطروح. رحنا ودخلنا الفندق. الفندق كان بيطل على الشارع الرئيسي وعلى البحر مباشر، وعشان إحنا جايين نستمتع بوقتنا حجزنا غرفة بتطل على البحر مباشر، بس كانت الغرفة دي الغرفة 207. وبما إن اللي أنا بحكي لكم القصة دلوقتي يبقى أنا لسه عايش ممتش. دخلنا الغرفة أنا وأحمد ومحمود. الغرفة كان شكلها جميل أوي من جوه. أول يوم بالليل سمعت صوت في الحمام، فقمت عشان أشوف في حد هناك ولا لأ، بس رحت ملقتش حد، وقعدت أقنع نفسي إن أنا مسمعتش حاجة وإن كل دي تهيؤات. بس تاني يوم صحينا أنا وأحمد على صوت محمود بيصوت، فقمنا جرينا نشوف في إيه. لقينا واحدة مدبوحة في البنك. نزلت جري انادي الاستقبال، طلع معايا وجينا نبص لقينا اختفت. محمود قال احنا مش هنقعد في الغرفة دي تاني، بس موظف الاستقبال قال ان كل الغرف محجوزة، مكانش قدامنا حل الا اللي احنا نكمل في غرفة 207. مرة كنت واقف على الشط لقيت واحدة واقفة في البلكونة بتاعت الأوضة بتاعتي، فجرينا عشان نطلع ونشوف. فجرينا نشوف مين ديت. اول عما دخلنا الاوضه ملقناش في حد، حتى الباب بتاع البلكونه كان مقفول. وفي اليوم التالت ظهرت واحده في الغرفه واحنا قاعدين، كانت جميله. اما احمد يروح عشان يلمسها، فجاه اتحولت لوحش. وقعدت اصوت انا ومحمود واحمد. سيبت مكاني متحركش. فجاه حد بيخبط، كل حاجه اختفت ورجعت الأوضة زي ما كانت. اتصدمت، ازاي كل ده بيحصل؟ ده حتى البرواز اللي كان متعلق في الأوضة الصورة بتاعته بتتغير. في حاجة غلط في الأوضة دي. اليوم الرابع نزلنا البحر، وكان ده اليوم الصبي. نزلنا احنا التلاتة وما طلعش غيراني بس. أحمد ومحمود غرقوا. قعدنا ندور عليهم بعد ساعة 2 3 4، في الآخر لقيناهم مرميين على الشط مقتولين. موظف الاستقبال كان بيقول الأوضة اللي اختارته، وأنا كنت واقف مش فاهم أي حاجة ولا عارف أي حاجة في أي حاجة، مصدوم من اللي شايفه. سألته على اللي بيحصل في الأوضة، وهل دي صدفة ولا الأوضة هي اللي كده ولا إيه؟ بس الرد بتاعه صدمني. قال لي مفيش حد بيدخل الغرفة 207 وبيتني عايش. قال لي احمد ربنا ان انت بخير. الغرفة اختارت صحابك وقتلتهم، وكل واحد وعلى حسب الغرفة بتقتله ازاي. يعني في اللي بينتحر، وفي اللي بيقتل صاحبه، وفي اللي بتقتل جوزها، وفي اللي بيقتل مراته. كل ده الغرفة هي اللي بتعمله في الناس. بعد اللي هو قاله مفكرتش ورجعت على طول من مرسى مطروح. طبعا يا جدعان الفيديو ده كان قصة. طبعا لو الفيديو عجبكم هتنزل دلوقتي تعمل لايك، وانت تتفرج عليا من على الفيسبوك هتعمل متابعه، وانت تتفرج عليا من على اليوتيوب اعمل اشتراك واعمل لايك وشير. عاوزكم تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. لو الفيديو عجبك اكتب لي كومنت عايزين قصة ايه، عايزين فيديوهات ايه. يلا سلام.